طبعا امبارح كل الناس استغربت هو ليه كولر غير بين الشوطين. فانت هتتفاجئ ان لما اقول لك ان جرادي شار كان موجود في نص الملعب، فمطلوب المفروض من الاجنحه ان كان امام عاشور او حسين الشحات ان هم يرجعوا، وكريم الدبيس كمان، ان هم يرجعوا لنص الملعب وفي الحاله الدفاعيه بشراسه، مش مجرد رجوع وخلاص. فتلاقي الكره هنا بتتلعب كره طوليه. حسين الشحات هنا المفروض ان في لاعب جنبه محمد هاني، لو خدنا بالنا هنا عند نقطة الجزاء في مهاجم واخد محمد هاني وداخل بيه لجوه. المفروض ان حسين الشحات يراقب الراجل اللي جنبه. حسين الراجل عدى من جنبيه ولا كأنه شايفه، يا دوبك ابتدى يجري. حسين في الحالة دي كان محمد هاني ماسك المهاجم واتنين لعيبة رايحين على محمد هاني. الكرة لو اتلعبت بالعرض اكيد كانت هتبقى جون. الكرة اتقطعت من النادي الاهلي وكملت، راحت لعيبة حرس الحدود قطعوها. حسين ادى ظهره للاعب وكأنه برضه مش شايفه، ورايح اللاعب على محمد هاني. بقوا اتنين لعيبة على محمد هاني مش لاعب واحد. وده عشان ايه؟ عشان حسين ده صاحب الكورة. حسين ده نسخة مطورة من أنطوني موديست كده بالظبط. يعني انت مش عايز تدافع، فده اللي يخليك تستغرب ليه كولر غير بين الشوطين. عشان عندك لاعب ما بيدافعش، وده بيترتب عليه حاجات تانية كتير. هنا في نص الملعب هنلاقي ان في ثلاثة في نص الملعب منهم جراديشار زي ما قلت لكم، والحالة الدفاعية الأربعة بتوع خط الدفاع موجودين عليهم ثلاثة. الكرة بتتلعب وحسين الشحات الناحية التانية تكمل الكورة، وفي الحالة دي حسين الشحات كان في ناحية الشمال، دخل للعمق وجراديشار هو اللي راح على الطرف. فتلاقي هنا ابتدت تبان أمارة لحسين الشحات شوية، ولعب الكرة لجراديشار، وجراديشار جات له على رجليه الشمال ما قدرش يعمل فيها حاجة. الكرة دي كانت خطيرة جدا، وراحت ردت لمروان عطية شاطها بره. هنا بنقول ان حسين الشحات ممكن في العمق يبقى باين اكتر، لان في العمق ما بتحتاجش المجهود البدني العالي غير على الطرف خالص. فتتكرر الكرة تاني، الكرة دي طلعت في كرة تانية بقى بعدها. كرة هنا ناحية اليمين، وجراديشار هو اللي على الطرف، حسين الشحات هو اللي جوه. جراديشار الفنان زي ما انا بقول، راجل عنده رؤية، لعب الكرة لحسين الشحات. حسين الشحات مصمم ان هو يرقص، مع ان الكرة دي كان ممكن ياخدها على طول ويشوطها من مرة واحدة، واتقطعت منه وما اتحسبتش فاول. الكرة هنا هجمة ناحية اليمين مع فريق حرس الحدود، وهنا المفروض نفس الفكرة. هتلاقي اتنين لعيبة رايحين على محمد هاني وحسين الشحات باشا في دقيقة 20 و32 ثانية واقف بيتفرج. باقي 39 اتنين لعيبة برضه على محمد هاني، ومروان خرج من مكانه عشان يغطي مع محمد هاني. فنص الملعب فضي، بقوا 3 لعيبة من حرس الحدود واقفين قدام ال18. كل ده عشان حسين باشا مش راضي يرجع. الكرة هنا مع مروان عطية راحت لحسين. اول ما هيلف بيها حسين هتتقطع منه. جرادي شار موجود الناحيه التانية. عايزك تتفرج على ارتداد حسين وارتداد جرادي شار. المفروض ان ده جناح والمفروض ان ده مهاجم تاني. حسين الشحات واقف في مكانه، جرادي شار رجع في نص الملعب عشان يغطي. 13 ثانيه احنا قلنا عليهم، وكمان زود عليهم 14 ثانيه كمان في نفس الهجمه. حسين الشحات واقف في مكانه، جرادي شار هو اللي بيغطي مكانه، هو مروان عطيه. وده اللي ادى لنص الملعب بتاع النادي الاهلي كان مباح. كرة هنا مع لعيبة حرس الحدود اتلعبت، حسين الشحات واقف، اتلعبت وراحت ناحية محمد هاني، قطعها دفاع النادي الأهلي. بس عايزك تتفرج على حسين وارتداد حسين اللي مش موجود خالص. حسين هنا واقف ورافع ايديه مستني الكورة انها تجيله بعد 18 ثانية في نفس مكانه، وما بيتحركش. وده اللي خلى كولر يعمل تغييرة غريبة ما بين الشوطين. الكرة راحت وجت واتقطعت تاني من دفاع النادي الأهلي، وبرضه حسين مكانه وبرضه رافع ايديه ومستني الكرة مكانه وما بيتحركش خالص. الكرة هنا على ال 18 اتقطعت من لعيبة النادي الأهلي. حسين الشحات كان جوه ال 18. عايزك تتفرج على الفرقتين برضه وهم بيرتدوا، وحسين الشحات مش موجود.